الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. في فيديوهات سابقة حاولت أن أتناول المبادرة التركية لحل القضية الكردية داخل تركيا، ومساعي تركيا لاحتواء الكرد في منطقة الشرق الأوسط وقضاياهم سواء في العراق أو إيران أو سوريا، وفرص هذه المبادرة أو هذا المخطط أو هذا الطرح، فرصه من التحقق والرفض الكردي أو الرفض العربي لهكذا مخطط في حال تحقق ويعني ثبت الأمر. المهم قوام هذه المبادرة كما ذكرت سابقا آه، ضم المزيد من أراضي بلدان الجوار، اللي يعني يعتبرها الكرد أجزاء من كردستان الكبرى، التي كانت في يوم من الأيام تحت السلطة العثمانية. يعني في أغلبها جزء من الكرد كانوا موجودين في الإمبراطورية الصفوية في إيران الحالية، لكن في أكثر من 80 إلى 90% من الأراضي الكردية أو من كردستان كانت ضمن حدود السلطنة العثمانية. أحيانا بعض الأخوة العرب بيقولوا أنه لا يوجد ذكر لكردستان في كتب التاريخ والمراجع التاريخية. طبعا المراجع التاريخية التي هو مناهج التاريخ أو كتب التاريخ اللي تتناول تاريخ المنطقة وحاضر المنطقة بعد مجيء البعث للحكم في العراق وفي سوريا، طبيعي ستتجاهل الموضوع الكردي. عفوا. يعني ولولا أنه الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم في 58 اعترف بوجود الأكراد، ويعني وأبرم صلحا مع الزعيم الكردي ملا مصطفى البرزاني وقت ذاك، ويعني للنخب العراقية اللاحقة البعثية منها والناصرية يعني لكانت أيضا تنكرت لهذا الوجود. لكن لأنه من أتوا بعد حكم، بعد انقلبوا على عبد الكريم قاسم، انقلبوا على كل شيء. يعني حتى موضوع الحلول أو التصور، تصور عبد الكريم قاسم لحل المسألة الكردية في العراق، انقلبوا عليه بشكل أو بآخر، لكن لم يستطيعوا أن ينقلبوا على ترتيبات الدستور. ومش بس هيك، لأنه الكرد كانوا من مؤسسي الجمهورية العراقية. وحتى في مطلع العشرينات عندما أتى الإنجليز وتأسست الدولة العراقية، منطقة كردستان كانت مفصولة، وجرى استفتاء في هذه المنطقة على أن يعني وقرارات عصبة الأمم وبيانات عصبة الأمم وقت ذاك تؤكد على الكثير من المعطيات أنه كركوك أغلبيتها أكراد. حتى في المصادر العثمانية أيضا هنالك توثيق وتأكيد لهذا الخصوص. لكن السياسات البعثية التي أتت لاحقا حاولت إجراء تغيير ديموغرافي في كركوك في كردستان في الكثير، يعني من داخل حدود العراق، وتنصلت من كل الوعود التي قطعتها الحكومة العراقية وقت ذاك لعصبة الأمم، وما يفترض أن يمنح لكردستان وتثبيت هوية كردستان داخل الدستور العراقي. وبالتالي الكرد كانوا مؤسسين، يعني في بطريقة أو بأخرى لجمهورية العراق. نفس القصة، الكرد كانوا مؤسسين في الجمهورية السورية أيضا.
وفي الجمهورية التركية، وحتى في عهد الخميني وثورة الخميني كان هنالك دور استراتيجي للكرد في تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين مزدوجين. ولكن آه، تعرض الكرد للخيانة من قبل مصطفى كمال أتاتورك، من قبل النخب العراقية الحاكمة للعراق وقت ذاك بعد العشرين والثلاثين والأربعين في الحقبة الملكية. وأيضا في سوريا أيضا جرى تهميش وإنكار وتعريب الكرد في هذا الخصوص. وبالتالي بعض الأخوة العرب عندما يقولون أنه خذلهم الغرب يعني للأكراد ولم يمنحوهم حقوقهم أو يعني يستجيبوا لمطالب الكرد، هن ما بيحكوا حقوق، يعني بيقول ما في شيء حقوق، ما في شيء. يعني حتى الآن هنالك شيء متداول في الوعي العربي المستلم للسلطة في نظام الأسد، وحتى في أجزاء من المعارضين لنظام الأسد عندهم هذا ما ورثوه من البعث فيما يتعلق بالمسألة الكردية. هو في هذا الإطار أنه نفي أو تقليل أو تحجيم أو تقويض الوجود الكردي تاريخيا ديموغرافيا جغرافيا داخل سوريا، لأنه هذه الاعترافات يترتب عليها استحقاقات وطنية ديمقراطية في سوريا الحالية وفي سوريا المستقبل. وطبيعي مناهج التربية والتعليم، مناهج التاريخ، كتب التاريخ، كليات التاريخ في حلب وحمص ودمشق ويعني الجامعات السورية لن تتحدث عن أي شيء يشير إلى وجود الكرد داخل سوريا، وبل وجود الكرد داخل الشرق الأوسط يعني. ولا يأتي أحد ويعني يستند أو يتكئ في موقفه من المسألة الكردية على المرجعيات البعثية في مناهج التربية والتعليم أو الجامعات السورية فيما يتعلق بموضوع التاريخ. إذا عدنا إلى كتب الرحالة إلى المؤرخين العرب الأوائل سنجد يعني هنالك تسمية لأرض الأكراد، أرض الكرد، بلاد الأكراد، بلاد الكرد، وهذا هو المعادل اللغوي لمنطقة كردستان. وحتى يعني جرى ذكر كردستان أيضا في هذه المراجع بطريقة أو بأخرى يعني. فمسألة التنصل أو التنكر أو الموضوع ما عاد ينفع يعني. ما يعني بعد تضعضع سلطة البعث في سوريا وسقوط سلطة البعث في العراق، لكن هل بمغادرة صدام حسين غادر البعث العراق؟ لا، البعث موجود كوعي كسلوك كنمط تفكير فيما يتعلق بالتعامل مع المسألة الكردية. فهذا من جهة يعني. حتى في المراجع العثمانية هنالك ذكر لمناطق كردستان اللي من ضمنها يعني ولاية الموصل وكركوك وكل هالتفاصيل. فتركيا طبقا للميثاق الملي يعني تريد استعادة أو استرداد هذه المناطق التي اقتطعت منها في 1915-1916 على يعني خلفية اتفاقية سايكس بيكو بين الفرنسيين والإنجليز يعني في تلك الحقبة. والآن الظروف العالمية والإقليمية مواتية جدا لتركيا. تلك الفيديوهات كانت في هذا الاتجاه، وأنا أقدم تحليل سياسي. هذا التحليل السياسي يستند إلى معلومات ويستند إلى القليل من الخبرة ويستند إلى المعطى التاريخي. وهذا التحليل يعني يخطئ ويصيب، يؤخذ به ويرد عليه بالسند وبالرأي القويم وبالمعلومة الموثقة. جرى يعني نوع من التفاعل مع تلك الفيديوهات، منها تفاعلات ضدية رافضة، ويعني رافضة مش بالمنطق والحجة والبينة والسند، رافضة انفعالات وعواطف وشتائم وإهانات. ومنها حاولت يعني الاجتهاد ولا تعالوا نناقش هذا الموضوع ويعني نحاول أن نفهم
وننتقد ونسأل ونطرح وجهة رأي. هكذا رأي موضوعي ومتوازن يحاول الفهم، يحاول حتى ولو كان هنالك تفنيد أو تشكيك، لكن في إطار السعي نحو الفهم والإلمام بتفاصيل الموضوع. من هؤلاء يعني رأي الأستاذ الفاضل المعارض السوري المعروف سمير النشار، يعني في إحدى مجموعات الواتساب بعث لي يعني ما يشبه الرسالة المطولة، نظرا لأهمية ما طرحه الأستاذ سمير من أفكار ومن أسئلة قيمة. ارتأيت أنه من الأهمية بمكان الرد على أسئلة واستفسارات وملاحظات الأستاذ سمير النشار في هذا الفيديو. سأحاول قراءة الرسالة نصا وحرفا لكم، ويعني معا سنطلع على مضمون الرسالة، وسأحاول الإجابة على الاستفسارات والأسئلة والملاحظات نقطة نقطة. يقول الأستاذ سمير النشار في رسالته: أسعد الله صباحك أستاذ أوشنكو، صباح يعني وصباح جميع الصديقات والأصدقاء الأعزاء بكل خير. يعطيك العافية على رأيك في هذا السيناريو المحتمل برأيك، والذي يقول بضم أجزاء من شمال سوريا، غرب وشرق وشمال العراق أيضا، باعتبار هذه الأجزاء جزءا من تركيا وفق الميثاق الملي، أي كتوطئة ومقدمة واسمح لي بتسجيل بعض النقاط على هذا السيناريو التي ربما تشكل إعاقة له. طبعا هذه النقاط واضح من السؤال انه تعرقل هكذا سيناريو، هو يعني لا ينفي انه احتمال، لكن هنالك ما تعرقل او تعطل هذا السيناريو. واحد: لن تستطيع تركيا تنفيذ ما تطمح إليه بدون موافقة أمريكية واضحة، ولا أعتقد برأيي أن الولايات المتحدة بوارد تثقيل حجم تركيا الاستراتيجي في المنطقة على حساب الدول الأخرى، رغم أنها حليف لها حليف، لكنها حليف متعب وتعرف طموحاته وحنينه إلى تاريخه الإمبراطوري. جيد. لن تستطيع تركيا تنفيذ ما تطمح إليه بدون موافقة أمريكية، لا تستطيع. تستطيع تركيا أن تنفذ بدون رغبة أمريكية. مثال يعني فيما يتعلق بقضايا التسليح والعلاقات مع الروس، تركيا خطت خطوات خارج أعراف وتقاليد حلف الناتو، واشترت صواريخ اس 400 من الروس، رغم كل الرفض الامريكي وتحفظات حلف شمال الاطلسي. هذا على مستوى الامور التقنيه والتسليح، فما بالكم على المستوى القضايا الاستراتيجيه يعني. تركيا منذ 2002 محكومة بحزب إسلامي محافظ. هذا الحزب جاي من بيئة الإسلام السياسي، بيئة الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، أو الإسلام السياسي في تركيا، وهو نجم الدين أربكان رحمة الله عليه. ففي الكثير من القضايا، وحزب العدالة والتنمية هو خليط، قسم أتى في مراحل التأسيس، قسم كبير أتى من حزب العدالة من حزب الرفاه الإسلامي، وبعض المجموعات أتت من الأحزاب القومية المتطرفة. حزب الحركة القومية المتطرف الحليف مع أردوغان في الائتلاف الحكومي الحالي، أجنحة من هذا الحزب انفصلت وانتسبت لحزب العدالة والتنمية. هلا حزب العدالة والتنمية ليس حزب العدالة والتنمية في 2002 يعني لما استلم السلطة. أحمد داود أغلو انشق، علي باباجان انشق، الكثير من عبد الله جل، الكثير من الرموز المؤسسة لهذا الحزب
حاليا خارج هذا الحزب، وملأ هذا الفراغ التيارات القومية. وبالتالي اللي بيحكموا تركيا حاليا هم إسلاميين، خليط من الإسلاميين والقوميين في هذا الخصوص، وعندهم تحفظات وتوجهات رافضة وناقدة للسياسة الأمريكية فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وتحديدا الموضوع الكردي. مثلا تركيا سعت بشكل حثيث لإيقاف دعم قسد، لكن الأمريكيين مستمرين في هذا الموضوع، بمعنى أنه في القضايا الاستراتيجية الكبرى والتي تتعلق بالحلم التركي اللي صار مضى عليه قرن، يعني مسألة إعادة كركوك وموصل. طبعا إعادة كركوك والموصل يعني إعادة كردستان للعراق. فهذا الطرح والميثاق الملي التركي متفق عليه بين الأفرقاء الأتراك، سواء كانوا علمانيين أو إسلاميين، قوميين أو ليبراليين. في هنالك شيء إجماع في هذا الخصوص يعني، وهذا طرح يستحيل التخلي عنه، وينتظرون الفرصة مثل العرب، يعني ينتظرون الفرصة لتشكيل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج من هذا. رغم أن الوطن العربي يعني طرح طوباوي وخيالي، وأيضا لم يكن موجود على الخرائط، يعني شيء كيان افتراضي. مثلا سوريا دولة حقيقية معترف فيها في الأمم المتحدة وكذا، لكن في أدبيات المعارضة والسلطة دائما سوريا جزء من الوطن العربي. شلون جزء حقيقي قانوني دستوري جغرافي متعارف عليه، هذا الجزء الحقيقي يكون جزء من شيء افتراضي سبق يعني. ويعني التناقضات الموجودة في الخطاب السياسي لدى السلطة ولدى المعارضة ما زال موجود. يعني هذا أيضا يعني يتوازى ويتقاطع مع الطرح التركي والميثاق الملي وتركيا الكبرى في هذا الخصوص. مقصدي في هذا الموضوع أنه تركيا ترى منطقة الشرق الأوسط أنه الأمور تسير بمنطقة فرض أمر الواقع، وتركيا فرضت هذا الأمر في شمال قبرص واليونان دولة في حلف الناتو. واعتقد يمكن قبرص حاليا ايضا في الاتحاد الاوروبي، وربما يعني في الناتو، لا اعلم بالضبط. وتركيا حتى الان تحافظ على 30 الف جندي لها في شمال قبرص، وجيب صغير يعني، وساوي الدويلة يعني هناك، ولا تكترث لا بقرارات الاتحاد الاوروبي لا الامم المتحده. كل القرارات ذات الصله المتعلقه بشمال قبرص لا ولا بالامريكيين في هذا الخصوص يعني. فهون الوضع يختلف. تركيا تحاول، اصلا تركيا تخشى من يعني السعي التركي الحثيث في هذه الفترة هو ردة فعل وخشية على يعني ما نقل. اللوبي التركي الموجود في أمريكا بيشتغل في أوروبا، بيشتغل من معلومات أنه الأمريكيين يعني صاروا قاب قوسين أو أدنى، أو قرروا تشكيل كيان كردي في منطقة الشرق الأوسط. تركيا تخشى يعني من هذا الموضوع، وتحاول يعني الالتفاف والإسراع إلى إقناع الأكراد وإبعادهم عن الأمريكيين. يعني الكردي شو بده؟ مثلا الكردي بده دولة، وهذا حقه، مثل العربي، مثل الفلسطيني، مثل الأرمني، مثل التركي، مثل حق هذا يعني. مش معقول يعني 20 30 مليون في منطقة الشرق الأوسط على أقل تقدير يعني هيك انشقت الأرض وخرجوا أو نزلوا من المريخ. لا، هل الكتلة المهولة من البشر شعب يحق له وفق القوانين كما يحق للعرب والترك والفرس دولة، أن يكون لهذا الشعب دولة. فمن يحقق له الدولة؟ لا حدا يعتب على الأكراد.
لا حدا يعتب يعني. الدول العربية الموجودة 20 21 22 دولة هي صنيعة الاستعمار والإمبريالية وقت ذاك وحتى الآن. التحرر من الاحتلال العثماني كان نتيجة يعني الاستعانة بالأجنبي. فما حدا يجي ما حدا يجي ويقول والله يستقون بالأمريكي. ما أنت استقويت بالإنجليزي، أنت استقويت بالإنجليزي على التركي في مطلع القرن المنصرم يعني. أنت استقويت بكل القوى العظمى. وحتى الآن يعني، حتى الآن المعارضة السورية أيضا تريد أن تقنع المجتمع الدولي باقتلاع هذا بشار الأسد، وللأسف لم تنجح. أليس هذا استنجاد؟ أليس هذا استقواء بالأجنبي على الحاكم العربي السوري؟ هذا أيضا العراقيين اللي بيحكموا بغداد حاليا كيف أتوا على ضبابة الأجنبي. ف يعني ما حدا يجي يزاود في حال يعني العلاقة مع الأمريكي تقدمت، ما يجي يعني تزاود على الكرد فيما يتعلق بالعلاقة بالأجنبي لتحقيق طموحات أو أهداف قومية مشروعة. مش أنا اللي عم بقول، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بيقول حق تقرير المصير للشعوب، اللي بيقول اللي بيرفض حق الكرد في تقرير مصيرهم في دولة ولو على مساحة كيلومتر مربع، خليه يروح يغير في القوانين الدولية في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بعدين يجي يناقش أكاديمي أو شخص عام أو مثقف أو سياسي أو أي ناشط من هذا النوع. وبالتالي يعني في حال الأتراك متخوفين من تطور العلاقة بين الأمريكي والكردي، إذا الأمريكيين عقدوا العزم في هذا الخصوص، يعني ليس مستبعدا إذا تشكل كيان كردي يصار إلى ضم هذا الكيان إلى حلف الناتو. هذا واحد، هذا وارد. ليس يعني مستبعدا في حال انه الامريكيين شدوا حالهم وساووا دوله كرديه، ان تنتقل القواعد الامريكيه من تركيا. امريكا تقرر يعني وتصبح هذه القواعد على الاراضي الكرديه او اراضي الدوله الكرديه. تركيا تتخوف من هذا المشروع وهذا السيناريو، ولذلك تسارع وتحث الخطى لمحاوله تعطيل السيناريو الامريكي وفرض وطرح السيناريو التركي في هذا الخصوص. هنالك صراع ما بين الجانبين، وتركيا لن تنتظر، لأنه بتعرف أنه الحضور الأمريكي في الحالة الكردية هو قلق، ويعني مقلق وخطير بالنسبة للأتراك، ومن حق الأتراك أن يطرحوا في هذا الخصوص. وبالتالي في هذه التفصيلة اعذرني أستاذ سمير، يعني لا، الأمريكيين سيفرضون عفوا الأتراك سيفرضون طرحهم ولا ينتظروا الضوء الأخضر في هذا الخصوص، لأنه في يعني ما يشبه التعارض ما بين مشروعين: مشروع أمريكي يسعى إلى تحقيق دولة كردية وفق التصور التركي ومصادر القرار التركية ومراكز البحوث والدراسات التركية، والطرح التركي اللي بيحاول يقنع الأكراد لا، هدلون إمبريالية وصهيونية وأمريكا وعمريكا ومن هالقصص هي، وتعالوا نحل المشكلة بيناتنا، يعني نحن أهل البلد أهل المنطقة ومن هالتفاصيل هي. نفس قصة مصطفى كمال أتاتورك لما أسس الجمهورية التركية، أقنع الأكراد وأبرم اتفاقات معهم أنه هذه الدولة ستكون دولة كردية تركية وشراكة والشعبين يعني دولة شعبين، يعني دولة واحدة لشعبين، ومنها الوعود الوردية المعسولة. لكن تنصل وتنكر وانقلب على تلك الوعود بعد نسفه لاتفاقية سيفر وبفرض اتفاقية لوزان، وطلعوا الأكراد مغدورين وتمت خيانتهم مثل
يعني في على زمن مصطفى كمال اتاتورك، مثل ما يعني خرجوا كمان فيما يتعلق في الوضع السوري، يعني غير معترفين في الدستور، ما في حقوق، ما في لغة، ما في على القصص هي كلها. فالغرب لم، يعني احيانا بيطلع مثلا مثقف او اكاديمي بيقول انه القضيه الكرديه مختلقه، والقضيه الكرديه من الاستعمار. يعني شو دولك وقضاياك كمان هي يعني نتيجه الوجود الاستعماري في المنطقه، الكيانات التي تدافع عنها رسمها الاستعمار. فأنت ضمنا عندما ترفض حق الكرد في تشكيل دولة، أنت تدافع عن دول ذات منشأ استعماري، حاليا اسمها سوريا، واسمها العراق، واسمها لبنان، واسمها الأردن، واسمها بلدان الخليج، وهالقصص كلها يعني. فالأتراك في تقديري في هذه الجزئية، في هذا التفصيل المسيري، لا، لن يرضخوا. يعني أتراك تركيا حاليا ليست تركيا عام 1916 عام 1915، لا، تركيا قوية باقتصادها، قوية شبه الاتفاق في الشأن الداخلي، معارضة، سلطة، أحزاب ممنوعة، أحزاب رسمية قانونية. هنالك اتفاق على المضي فيما يتعلق بالمبادرة، مبادرة حل المسألة الكردية داخل تركيا، ولن تقتصر على تركيا وحسب، بل ستمتد يعني للمناطق الأخرى. ووارد، يعني وارد جدا، أنا وفق تصوري أنه هذا الموضوع وارد. طبعا الأستاذ سمير مش مع هذا الموضوع، أنه هنالك انتظار للموافقة الأمريكية. وشو بيقولوا أن الولايات المتحدة آه، بيوارد، لا أعتقد برأيي أن الولايات المتحدة بيوارد تثقيل حجم تركيا الاستراتيجي في المنطقة على حساب دول أخرى، لا. يعني مش تثقيل. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية، يعني وضع سوريا مفكك، وضع العراق شبه مفكك، وضع الإيرانيين متضعضع. الأمريكيين لا يريدون لسوريا أن تعود قوية، ولا يريدون للعراق أن يتماسك، ويريدون لإيران مصير يماثل مصير سوريا يعني. أما الموضوع الأتراك، ربما يكون هنالك تصور وطرح مستقبلي لتفكيك تركيا أو المتبقي من السلطنة العثمانية مستقبلا، في حال صار دولة كردية. وبالتالي الأمريكيين مش همهم كتير يعني تعزيز حال الكيانات المعروفة حاليا، سوريا، العراق، وإيران، في منطقة الشرق الأوسط، حتى ولو كان يعني حتى ولو كانت على خلاف بشكل أو بآخر مع الأتراك، يعني الأمريكيين أقصد. يعني لو الأمريكيين عندهم هاي الخصومة أو الضدية مع تركيا، لسعت أمريكا بشكل أو بآخر إلى فصل تركيا من حلف الشمال الأوسط، طرد تركيا يعني. وإذا سعت أمريكا في هذا الاتجاه وحشدت لهكذا قرار، يعني ستنجح، أو ستصل المساعي الأمريكية إلى مراحل مقدمة في هذا الخصوص. وبالتالي يعني مش هم الأمريكيين كثير أن تبقى سوريا قوية في مواجهة تركيا، عراق قوي في مواجهة تركيا، إيران قوية في مواجهة تركيا، لا. يعني أمريكا مستفيدة من وضع هذه البلدان الثلاث، وغير مستفيدة من السلوك التركي. وأنت ذكرت يعني هو حليف متعب، وتعرف طموحاته وحنينه إلى تاريخه الإمبراطوري. الكلام لأستاذ سمير. ونعم، الأمريكيين يعرفون، ولأنه الأمريكيين يعرفون هذا الموضوع، وهذا السعي، وهذا العناد التركي في هذا الخصوص، والعرقلة التركية للمصالح الأمريكية في المنطقة. والأمريكيين اكتشفوا ذلك في 2003 في
مساعي إسقاط نظام صدام حسين. ويشبه يعني ما يشبه حالة من الندم أنه الأمريكيين كان من 2003 بإمكانهم فرض يعني دولة كردية مستقلة من وقت ذاك، لكانت تركيا الآن مضطرة ومجبرة للاعتراف بهذه الدولة الموجودة على حدودها يعني. ولكن الأمريكيين وفق تصوراتهم أنه يعني هذا الخطأ، خطأ عدم وجود دولة في منطقة الشرق الأوسط، دولة كردية، خطأ الغرب، خطأ الفرنسيين والإنجليز، وخطأ الأمريكيين. يعني آن الأوان لتلافي هذا الخطأ وفق التصور الأمريكي، ووفق يعني الفهم التركي للمشاريع والخطط الأمريكية. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، كل الدول الأوروبية ستكون معارضة لهكذا سيناريو أيضا، لأن توسيع تركيا جنوبا سوف يزيد من حجمها ووزنها الاستراتيجي أمام الدول الأوروبية، وهنالك هواجس التاريخ بينهما. هلا هواجس التاريخ نحطها شوي على جنب، بس الأوروبيين الآن والصراع الأوكراني الروسي كشف الكثير من عيوب أوروبا فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بمصادر الطاقة. إذا توسعت تركيا وبترول كركوك والموصل وشمال سوريا ومناطق أخرى في كردستان العراق صار جزء من الاقتصاد التركي، على مستوى مصادر الطاقة ومشاريع الطاقة والاستعاضة عن الغاز الروسي، كل هذه الأمور ستحفز فرص تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. يعني الأوروبيين آه، سيكونون أكثر مرونة مع هذه الدولة الكبيرة ذات الوزن الاستراتيجي الاقتصادي الجغرافي. مش بس هيك يعني، تركيا بما فيها يعني من مساحة جغرافية واسعة وقابلة للتوسع ستخفف العبء على الأوروبيين. يعني ما عندي هذا المنظور الأوروبي حاليا، منظور مش منظور ديني انه بيخافوا والحقبة العثمانية والاتراك شو سووا بالبلقان ووصلوا على حدود فيينا. هذه صفحات في تقديري طويت، لانه الحروب بين الاوروبيين انفسهم حربين عالميتين، والاوروبيين يعني طووا تلك الصفحات واسسوا مندمج اسمه الاتحاد الاوروبي. وبالتالي المصالح المستقبلية وأصلا هنالك يعني دول الاتحاد الأوروبي في أغلبها في جلها ضمن حلف الناتو، وفي تداخل ديموغرافي أو بشري تركي أوروبي. يعني الأتراك هون في بلجيكا أكثر من 300 ألف تركي موجودين في بلجيكا على مستوى هذا البلد الصغير، في هولندا، في فرنسا. يعني في تقديري إذا جمعنا الكتلة البشرية التركية على البلدان الأوروبية يمكن نطلع بشيء أكثر من 10 مليون تركي موجودين في أوروبا، في وقت أنه الوجود الأوروبي داخل الأراضي التركية يقتصر على التمثيل الدبلوماسي لدول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي الأوروبيين ما راح يعترضوا. الأوروبيين ما اعترضوا على احتلال عفرين ورأس العين، ويعني شو راح يساوي اعتراضهم؟ يعني إذا هذا الاعتراض الأمريكي والأوروبي إذا لم يكن معزز بعقوبات تفرض على تركيا أو بتدخل عسكري، شو يعني اعترضوا ليوم الاعتراض؟ يعني الأتراك أصلا ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا صار مثل اختبارين جديين للموقف الدولي بالنسبة لتركيا، موقف الفرض والعجز الدولي. فتركيا في هذا لن تكترث يعني فيما يتعلق بمعارضة البلدان الاتحاد الأوروبي يعترض على الكثير من السلوكيات التركية داخل تركيا، فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان، فيما يتعلق بمساعي تركيا للاتحاد الأوروبي. دائما هنالك
متابعة وانتقادات، لكن تركيا هل تكترث بهالمسائل؟ لا. فبالتالي إذا الاعتراض الأمريكي ما بينفع مع الأتراك في هذه الفترة، فكيف للاعتراض الأوروبي؟ يعني مسألة التعويل في عرقلة هكذا سيناريو أنه لا الأمريكيين راح يرفضوا، لا الأوروبيين راح يعترضوا، في تقديري ليست يعني في اتجاه البحث عن حلول. يعني النخب السورية كيف فيها تلاقي مخرجات لهكذا احتمالات وهكذا سيناريوهات قد تقتطع من الأراضي السورية يعني مساحات شاسعة، و و وخلص يعني واقع التقسيم، وتتقزم تركيا عفوا سوريا إلى يعني منطقة جغرافية ممكن نظام بشار الأسد يغير اسمها كمان، يسميها دولة شغلة ثانية، أنه خلاص سوريا اللي كانت معروفة سوريا ما عاد الجغراف يعني الحدود والجغرافيا هي. فبالتالي ربما يشرعن أو يعطي تفويضا للنظام السوري أن يغير اسم الدولة التي يحكمها إلى شيء آخر، يعني يسميها الجمهورية العربية الأسدية، يسميها الجمهورية الأسدية أسدستان، اللي هو يعني وارد. يعني في العشر سنوات، في العشرين سنة الأخيرة صارت أمور يعني إذا واحد حكى فيها في التسعينات لكان بيقولوا عنه أنت خيالك خصب ولازم تكون يعني من كتاب الخيال العلمي، لكن صارت. النقطة الأخرى اللي يعني بيسجلها الأستاذ سمير على ما ذكرته أنا، إذا ضمت تركيا قسم من الأراضي السورية إليها، ما مصير باقي الجغرافيا السورية؟ وهل ستوافق أكثرية الدول على ذلك بما فيها روسيا وإيران حلفاء تركيا؟ أنا ذكرت في الفيديو السابق أنه روسيا مشغولة بأوضاعها، وروسيا يهمها القاعدة العسكرية الموجودة، القاعدة العسكرية الاستراتيجية الروسية مش موجودة في القامشلي، موجودة في الساحل السوري. وروسيا يهمها مصير النظام السوري مش مصير سوريا، لازم نفصل في هذا الموضوع يعني. وإيران مشغولة بحالها وبالضربات التي تتلقاها في لبنان، واحتمالات أن تتسع الدائرة تتمدد الضربات إلى الداخل الإيراني والقيادات الإيرانية، وهي قيادات يعني قيادات إيرانية عسكرية وازنة استهدفت. حطوا حزب الله على جنب، قيادات جنرالات في الحرس الثوري، قيادات الصف الأول من الحرس الثوري. وبالتالي نطالع روسيا وإيران من ممانعة المساعي التركية، لأنه ما لها الثقل الوازن. يعني روسيا مشغولة بأوضاعها ومشغولة بمصير النظام السوري وليس بمصير سوريا، حتى ولو اعترضوا. الاعتراض الإيراني هل سيكون بمستوى الاعتراض الأوروبي؟ إذا تركيا تجاوزت الاعتراض الأوروبي والاعتراض الأمريكي في هذا الخصوص، فلن تكترث بالاعتراض الروسي ولا بالاعتراض الإيراني في هذا الخصوص. طبعا وهي معلومة أستاذ سمير، يعني هي معلومة من أحد الباحثين والقريبين من موضوع المبادرة التركية وتفاصيل المبادرة التركية. حاليا هنالك شبه قناعة لدى الأتراك أنه المتبقي من سوريا يعني اللاذقية وطرطوس وحمص ودمشق، هذا قولا واحدا. حما وإدلب وحلب وضع قلق، ربما يصار إلى ضم إلى المتبقي من سوريا، أو تشكيل دويلة أخرى سنية يعني، أو هذه الدويلة الأخرى السنية يصار ضمها أيضا إلى تركيا عملا بالميثاق الملي التركي.
النخب الحلبية، وأنا ذكرت وحضرتك أكثر اطلاع مني في هذا الخصوص، وخاصة جناح الأخوان المسلمين الحلبي قديما قديما، يعني النخب على أيام شو كان اسمه بركات، آه، كان رئيس جمهورية دولة حلب أو رئيس دولة حلب، نسيت اسمه. يعني هو شخص من النخب من عوائل حلب. يعني في الاتحاد السوري يعني صار في نوع من الحساسية ما بين الحلبية ودمشق، لأنه على أساس أنه حلب ستكون عاصمة الاتحاد السوري بعدين، يعني صار أنه اختيرت دمشق، فهالحساسيات ما زالت موجودة. وحتى على مستوى تيار الأخوان المسلمين، هلا الأخوان المسلمين كلهم يعني على بعضهم في ودهم ولو أنه السعودية والحجاز واليمن وكله يعني تعود السلطنة العثمانية والامتداد التركي يتسع ويتمدد، ومصر وشمال أفريقيا وكل هالقصص. لكن الأكثر شغفا بالانتماء إلى تركيا هم جناح الحلبي داخل الأخوان المسلمين. وبالتالي النخب الحلبية قليلة ستعترض، يعني رح يشوفوا أنه الخيارات: هل نشكل دولة من الصفر، أم نعود إلى حضن بشار الأسد، أم ننتمي إلى دولة كبرى اسمها تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، عضوية في حلف الشمال الأطلسي. وبيشوفوا يعني، وهم رجال اقتصاد وهم تجار، يعني سيزينون الأمر بميزان التجارة، بميزان الربح والخسارة. وبالتالي الخيار الأبرز الاستراتيجي سيكون مع الموافقة يعني بضم حلب إلى الحدود وتصبح داخل الحدود التركي. بيقولوا انه يعني نحن عشنا 400 سنه، يعني فمش معقول هال 100 سنه اللي طلعنا برات الحدود التركيه يعني تغنينا عن 300 سنه اخرى، او تغلب 300 سنه اخرى، لانه ما يعني الحلبيه يعني وفق المعطيات الموجوده حلب تدمرت يعني من النظام السوري. فيستحسن أنه حلب تكون جزء من تركيا أفضل من أن تبقى دولة معزولة، أو في حال يعني تم جمعها مع إدلب ومناطق أخرى وتشكيل دويلة أو دولة حلب كما كان يعني في بداية التأسيس السوري. لا، يستحسن أنه ما نبلش من الصفر، لا نكون مع دولة قوية كتركيا أحسن ما نكون نرجع يا لحضن الأسد، يا نشكل دولة من الصفر تحت الأنقاض والركام وكل هالقصص. وبالتالي الاعتراضات يعني ما يتبقى من تركيا سيكون هكذا. هذا تصور تركي مش تصوري. ويعني لا تسألني عن المصدر، لأنه يعني هي معلومة، يعني الأوساط الداخلية التركية صار عندهم القضية، يعني على مستوى الحلبية والأكراد. يعني يمكن القضية السورية تمتد لعقدين وما ينحل هذا الموضوع. هل سيبقى الأكراد منتظرين حل قضية بعد حل المسألة السورية ككل، مثل ما بيشوفوا المعارضة، يعني انه حطوا لنا على الموضوع على جنب لبين ما نحل المسألة السورية. واذا ما انحلت المسألة السورية مع وجود خيارات اخرى، مع وجود الخيار التركي، فالاكراد اكيد سيتبنوا الخيار التركي. والحلبية نفس القصة، الكتلة السنية أيضا نفس القصة، سواء في حلب أو في إدلب. يعني راح يشوفوا أنه طيب إذا هذا الموضوع بقي معلقا ل10 سنوات أخرى، ل20 سنة أخرى، ريثما يعني يصار إلى البت في الوضع السوري ومصير النظام السوري يبقى يذهب، والتفاصيل الناس ما بدها يعني جيل أو جيلين يعني يروحوا هيك في انتظار الحل. لا، مع وجود خيارات أخرى والخيار التركي فبيصيروا
ينضموا للخيار التركي، وهذا وارد. يعني مصالح البشر البسطاء، يعني حطوا النخب والتشكيلات السياسية على الجنب. يعني الآن إذا صار استفتاء في الجولان، في الجولان، أنتم بدكم ترجعوا لسوريا ولا بدكم تبقوا مع إسرائيل؟ أؤكد لكم أن الجولانيين سيختارون البقاء داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، دروز وعرب. شوف راح يرجعوا لعند مين؟ يعني يعني النظام السوري أو سوريا الحالية بما يحكمها، بما تعيشه من كوارث وويلات، يعني ليس شيئا مغريا للحلبيين ولا للجولانيين. ولا إذا صار استفتاء في عفرين، بدكم ترجعوا لحضن الوطن ولا تبقوا داخل الأراضي السورية؟ بعد 5 سنوات 10 سنوات الأغلبية، مثل ما صار بلواء اسكندر. فهذا وارد، وما حدا رح يلوم الحلبية على هذا الخيار. ما رح، حتى ولو الأستاذ سمير نشار وافق لأنه يهمه مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، مصلحة المجتمع، مصلحة حقوق الناس، لقمة عيش الناس. يعني ومثلما المجتمع الدولي لا يرأف ولا يراعي معاناة وتراجيديا السوريين، يعني سمير النشار أيضا يعني من حقه أن يرى هذا الطرح، أنه مستقبل حلب والحلبيين والبشر الموجودين في حلب، عرب وأكراد وتركمان ومسيحيين ومسلمين، أن يكونوا داخل بيئة آمنة حاليا، مع وجود هذا يعني الغريق اللي بيغرق بقش. هذا وارد، ما حدا رح يلوم الأستاذ سمير النشار، ما حدا رح يلوم الأكراد إذا يعني صارت هكذا خيارات موجودة وملحة وعاجلة أمام الأكراد والحلبيين والسوريين ككل، يعني في هذا الخصوص. هذا أيضا يعني في خصوص النقطة اللي ذكرها. في نقطة ثانية، في الاجتماع الأخير لدول أستانا صرح وزير الخارجية الروسي لافروف بالقول أي تدخل عسكري تركي جديد في سوريا غير مقبول، عمرين وما يقبل. يعني هل من يعني تركيا تنفتح عليها جبهة قتال الروسية في هذا الخصوص؟ مستحيل. أي تطاول روسي على تركيا، تركيا ستجر الناتو كله، يعني راح تساوي المعركة معركة الناتو وفق اتفاقيات الناتو. وبالتالي هذا التصريح لا معنى له، يعني غير مقبول. يعني يعني هو مقبول هذا التصريح انه الروس قبلوا بضم عفرين ورأس العين ومنطقة الباب وكذا. وقتها كمان كان تخرج شوية اعتراضات غير ولن نقبل، وفرضت تركيا هذا الموضوع. لشوف لما سوريا تفرض هذا الغير المقبول الروسي كيف رح يعبر عن نفسه؟ هل ستفرض روسيا عقوبات على تركيا؟ هل ستشن حرب عسكرية على تركيا لتحرير الأراضي السورية من الأتراك؟ ما في شيء من هذا الموضوع. أنا يعني أضمن لك في يعني أنه الروس لن يتجاوز رفضهم سقف هذا التصريح. هذا يعني طبعا التعقيب لأستاذ سمير نشار، هذا يعني لا يوجد ضوء أخضر أي صفقة جديدة مع روسيا. نعم، لا يوجد. وهذا الموضوع لا يتعلق بالروس، لأنه الموضوع يعني في المشاكل التركية مع الروس في جمهورية آسيا الوسطى. يعني القامشلي مش على حدود روسيا ولا عفرين ولا حلب ولا إدلب. يعني لا يوجد ضوء أخضر يعني بخصوص أي صفقة جديدة بين الروس والأتراك، كما حصل في الصفقات السابقة على درع الفرات وغصن الزيتون وأبع السلام. هذا يعني أن تركيا لن تستطيع القيام بتنفيذ أي عملية عسكرية في شمال سوريا إلا بضوء أخضر روسي أو أمريكي أو كليهما معا، كما حصل
بصفقة نبع السلام. لا، ممكن. وأنا فيما يتعلق بالموضوع التركي حكيت، وفيما يتعلق بالموضوع الروسي كمان حكيت. ويستحيل تشكل تحالف أمريكي روسي على ضد الأتراك، تحالف عسكري، تحالف اقتصادي على الأمريكيين. ممكن يعني إذا في سقف ال الرفض الأمريكي أنه يكون هنالك، يعني الأمريكيين يسارعوا في تشكيل دولة كردية ويعلنوها، يعني حتى يعرقلوا هذا هو المسعى الوحيد للأمريكيين. أما شن حرب، فرض عقوبات، ممكن يفرضوا شوية عقوبات يعني لفترة زمنية، لكن الاثنين في حلف الناتو ما بيصيروا يتعاركوا، يعني في يتكاونوا مثل ما بيقولوا أهل الدير والرقة يعني. فالتعويل على أو مش التعويل، إنجاز، يعني الاستناد على عدم وجود ضوء أخضر تركي روسي في هذا الخصوص. طبعا تركيا لن تأخذ ضوءا أخضرا في هيك قضايا، ستعتبر أن الموضوع موضوع داخلي، حل القضية الكردية داخل تركيا. وفي حال استطاع عبد الله أوجلان إقناع جبال قنديل وإقناع قسد والإدارة الذاتية أنه نحن مع الضم، الأمريكيين سيقولون لا، الأتراك سيأخذون تفويض شرعي من الإدارة الموجودة هناك في حال جرى إرضاء قيادات حزب العمال الكردستاني في هذا الخصوص. وهذا احتمال وارد، وربما تضغط تركيا أكثر على قيادات أو الجناح الإيراني في حزب العمال الكردستاني لفرض هذا المشروع بالسرعة القصوى. فيعني هذا رأيي، يعني أنا أناقش وجهة نظرك وأبين لك سندي في أنه هذا الاحتمال يحظى بقدر عالي من التحقق. أقصد المبادرة التركية ومسألة توسيع تركيا وضم الأراضي. في نقطة ثالثة كمان، نقطة مش ثالثة أو رابعة أو خامسة ذكرها الأستاذ سمير. من الممكن حصول السيناريو الذي تتحدث عنه برأيي في حال وجود توافق دولي على تقسيم سوريا. هو ما في توافق دولي على تقسيم سوريا لكن بشكل مباشر، لكن التوافق الدولي على بقاء نظام الأسد يرسخ التقسيم، يرسخ التقسيم الموجود. وإلا التقسيم الموجود بالتقادم بده قوة عسكرية لحتى تعيد تركيا، تعيد سوريا إلى سابق عهدها. قوة دولية عسكرية تقاتل الإدارة الموجودة في إدلب، تقاتل الإدارة الموجودة في القامشلي، في شرق الفولاد، في شرق الفرات، تقاتل الإدارة التركية الائتلافية الموجودة في منطقة عفرين لكي يعاد ترميم وضم الخارطة السورية كالسابق. في هيك شيء؟ ما في هيك شيء. والقبول بالنظام السوري الحالي هو الذي أدى إلى فرض، وبالتقادم كلما يعني زاد يوم على هذا التقسيم الموجود حاليا، يعني تزداد صعوبة إعادة سوريا إلى سابق عهدها جغرافيا. يعني أتمنى أن تكون الفكرة وصلت. يعني التوافق الدولي على تقسيم سوريا ربما لاحقا الواقع الموجود حاليا يصار إلى أنه خلاص، يعني الروس أيضا يتنازلون، يعني يحافظون على المتبقي في سلطة نظام الأسد، أنه هاي المناطق اللي تحت سيطرته خلاص هاي تبقى، والمناطق الأخرى يصار إلى استفتاء حوران والسويدة والقنيطرة. أنتم شو وضعكم؟ ممكن يعني يصار إلى ضم للنظام السوري، أو يشكل هنالك جيب، أو يضاف إلى لبنان أو للأردن. هي احتمالات واردة يعني، مع القليل من الشرعية، الاستفتاءات الشعبية
وشو بدكم كذا كذا، ومع مراقبين دوليين، وبالتالي يصار إلى توزيع هذه الجغرافيا على البلدان المحيطة. الأتراك يأخذون حصة، س- لبنان أو الأردن الحصة، وما يتبقى من سوريا هي سوريا وحلب وإدلب أيضا يصار استفتاء. بتكون يعني هل تكونون ضمن دولة محاصرة من النظام السوري ومن الأتراك، أم يصار ضمهم إلى تركيا؟ استفتاء شعبي في هيك شيء، هذا وارد يعني. وهنالك يعني ما في قرار دولي رسمي انه خلاص سنقسم هذا البلد، سنقطع هذا البلد. حتى الاتفاقيات السايكس بيكو بين قوتين استعماريتين في مطلع القرن المنصرم كانت اتفاقية سرية. لولا الثورة البلشفية لما ظهرت هذه الاتفاقية وبنود هذه الاتفاقية للعلن يعني. المصادفات اللي خلت النصوص الاتفاقية تقبل. إذا من الممكن حصول السيناريو الذي تتحدث عنه برأيي في حال وجود توافق دولي على تقسيم سوريا من منظور استحالة العيش المشترك بين السنة والعلويين، وأيضا بين المكون العربي والمكون الكردي. نعم وارد، تحت سقف دولة واحدة اسمها سوريا، لكن لا أجد أن هنالك مؤشرات لهكذا سيناريو حتى الآن، إلا الموقف الإسرائيلي الذي ربما يؤيد تقسيم سوريا لأنها أكبر مصدر للتهديد. لا 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 لا, لا. سوريا بحياتها ما كانت مصدر تهديد، بعز دين قوتها ما كانت مصدر تهديد لإسرائيل. بالعكس، بالعكس، قوة إسرائيل هي في العجز النظام السوري، نظام حافظ الأسد ونظام بشار الأسد. بالعكس، تركيا عفوا آه، إسرائيل تتخوف، يعني إسرائيل تتخوف من جنوب لبنان، من لبنان. ماذا تشكل لبنان على فيما يتعلق به؟ لأنه هنالك قوة عسكرية تعكر، تزعج، تقلق أمن واستقرار إسرائيل. فأي كيان سوري مستقر اقتصاديا سياسيا ديمقراطيا منتعش، هذا هو الذي يقلق إسرائيل. وبالتالي يعني ي- يعني يعني تقسيم سوريا أو تحجيم سوريا، آه، إسرائيل تتخوف منه، أنه جزء من هذا الكيان اللي كان تحت قيادة أسرة الأسد خرج عن السياق وصار بطريقة أو بأخرى مقلق ومزعج، مثل ما لبنان حاليا أو جنوب لبنان يزعج إسرائيل. وأدخل إسرائيل في حرب كلفها يعني مليارات الدولارات، في دمار مهول صار، لكن في صرف مهول. إسرائيل يعني ما حدا بيحسب يعني الخسائر البشرية اللي خسرتها إسرائيل في هذه الحرب، والخسائر المادية كمان اللي صرفت على هذه الحرب. ربما إذا أحصيناها لم تصرفها إسرائيل في حرب أكتوبر أو في حرب 67 أو 48. وبكل تأكيد يعني 48 حطوها على جنب، حجم المصروفات الإسرائيلية في هذا الخصوص، وربما ال 67 كمان. لكن حرب أكتوبر ممكن يعني يعني ما صرفته إسرائيل في الحرب على غزة من هي القنابل. يعني إسرائيل ما بتزرع شجر وكذا وتثمر قنابل، ولا، في صرف، في فلوس عم تهدر. الطيارة الإسرائيلية اللي تحلق في السماء يعني مش محركها لا يعمل على الهواء، في وقود. الجنود، الضحايا، الجرحى، صافرات الإنذار، الملاجئ، ظروف الحرب، كل هذا صرف يرهق كاهل الدولة العبرية. وبالتالي يعني أنه إسرائيل يهمها تقسيم سوريا. إسرائيل ما بيهمها، بالعكس تتخوف من تقسيم سوريا خشية أنه جزء
على تخومها أو على حدودها أو قريب من حدودها، يعني مناطق القنيطرة والجولان يعني هي المناطق الجنوبية. هذا الجزء ما يكون خاضع لآل الأسد، ويكون مثلا مقلق أو مزعج أو شوكي في خاصرة إسرائيل. هذا اللي ضبط أمن تلك الحدود وتلك المناطق هو حافظ الأسد وبشار الأسد. فإسرائيل مش مهم بالنسبة لها لهي الدرجة إنه والله سوريا إذا تقسمت ولا ما تقسمت. وإذا حضرتك يعني كنت يعني تلمح أو تشير إلى احتمالات إسرائيل قيام دولة كردية، بوضوح إسرائيل لن تكون ضالعة في تشكيل دولة كردية، لكنها ستسارع في الاعتراف بهذه الدولة، ستكون أولى الدول التي تعترف هذه الدولة الكردية إسرائيل. لكن جهد إسرائيلي، تعب إسرائيلي في تشكيل هكذا دولة، لا أعتقد. لأنه إسرائيل لو بدها تساوي دولة كردية لكانت ساوت هذه الدولة من زمان. هي المسألة أعتقد ينبغي أن يعيها ويفهمها ال الأخوة العرب، سواء كانوا في المعارضة أو في هي الإهزوجة أنه إسرائيل تدعم وستؤسس أمريكيين. نعم، الأمريكيين نعم. الواقع الكردي في كردستان العراق صحيح هو حصيلة نضال مرير من منتصف الأربعينات، وحتى امتى، وحتى ال 91 92 صحيح. لكن منطقة الحظر الجوي وما ترتب عليها، يعني التقسيم الأولي، الخط، وإعلان الأكراد الفيدرالية من جانب واحد، وترسخ هذه الفيدرالية بعد سقوط نظام صدام حسين 2003، وتشكيل مجلس الحكم الانتقالي، ووضع الدستور، و يعني تضمين الفيدرالية داخل الدستور العراقي. هذا كله مرده الجهد الأمريكي، مش الإسرائيلي، مش الإسرائيلي. عموما، في نقطة أخرى أخيرا أستاذ وشنق، لماذا الإصرار على تعبير الكردي السوري أو العربي السوري وليس السوري الكردي، وليس السوري العربي؟ شوف أستاذ سمير، يعني وأنت أستاذنا وسيد العارفين، المسألة الوطنية معطلة، الوعي الوطني معطل، الوعي الوطني مش مشبع عند السوريين ككل. وأكثر من يتحدث عن الوطنية السورية هو النظام السوري، وانت شايف النظام السوري شو سوى بالوطن السوري. أكثر من يتحدث عن الوطنية هم النخب الثقافية والسياسية الموالية للنظام السوري، وانت شايف واقع الوطن السوري كيف كان الوطن مصادرا، منهوبا، مسروقا. طيب، مع هذه الحال كيف يمكننا أن نتحدث عن وعي وطني وسلوك وطني ومراس وتراكم وخبرة وطنية سورية؟ ما في. الوطنية السورية بس في القصائد والأشعار والقصص والرسومات. على أرض الواقع الدولة كانت مصادرة، المجتمع كان مصادر، المؤسسات كانت مصادرة، الجيش مصادر، كل هياكل الدولة كانت خاضعة للحزب البعث، والحزب خاضع للطائفة، والطائفة خاضعة للعائلة، والعائلة خاضعة لشخص. في حال، يعني في هكذا حال موبوءة مدججة ب يعني يعني دولة يحكمها لصوص وقتلة، فينا نحكي عن وعي وطني؟ الضحايا بس يحكون عن الوطنية وكذا، والقيادات والجلادين هدلون ينتجون الجرائم. كيف يمكننا أن نتحدث عن وعي وطني، سلوك وطني سوي مع ال هذا الموضوع؟ وبالتالي الحالة القومية عندما تشبع ديمقراطيا، دستوريا، حقوقيا، إنسانيا، ثقافيا، أخلاقيا داخل دولة، وقت ذاك الحالة الوطنية تسبق
الحالة القومية. هذا أولا. هل هذا الشيء موجود؟ لا. مستقبلا ممكن. مستقبلا إمتى؟ وأنت شرحنا وضع الواقع السوري، يعني مستقبلا بعد 20 سنة، بعد 100 سنة، بعد متى ما أشبعت الحالات الجزئية هي التفاصيل، متى أشبعت كينونتها بفضل الغطاء الوطني، بفضل الدولة الوطنية، المندمج الوطني، الحالة الوطنية، القوانين الوطنية، الإعلام الوطني، الدستور الوطني، البرلمانات أو البرلمان الوطني، متى ما تم إشباع هذه الحاجات التفصيلية الجزئية، وقت ذاك الكل سيساهم في إنتاج الدولة الوطنية. الدولة الوطنية والوعي الوطني والسلوك الوطني مش شعارات أستاذ سمير، مش كلام يقال في القصائد والأناشيد والمؤتمرات والملتقيات والمزايدات أبدا. وبالتالي من الطبيعي أنه الكردي يقول أنه كردي سوري. أنا أقول أنه مثلا عندما أقدم نفسي في النشاطات الثقافية العربية في مصر، في فلسطين، في وين يعني في الشارقة، يعني في مشاركاتي في معرض الكتاب أو كذا، بوصفي يعني كاتب وروائي وشاعر، يعني أفتخر بهاتين الجزئيتين، بكرديتي وبسوريتي. أنا كردي سوري، يعني أنا كردي من سوريا مش من تركيا. بيسألوني أحيانا لما قول مثلا أنا كردي، بيقول لي أنت منين؟ كردي من وين؟ حتى هون في بلجيكا، من أكراد تركيا؟ بقول لهم لا. أكراد العراق؟ لا. أنا من كرد سوريا، فأنا كردي سوري. لا تتحسسوا من هذه المسألة، لا تعتبروها انتقاص من الوعي الوطني، ما تعتبروها، لأنه أصلا يعني ما في شيء يعني في الحقبة الوطنية اللي نحن عم نحكي فيها، وحضرتك سيد العارفين أستاذ سمير، نرجع شوي يعني في الخمسينات، وعلم الثورة هو علم ال- الدولة السورية. الآن هنالك إصرار لدى الكثير من النخب. الجمهورية العربية السورية. شوف، هوية الدولة، كينونة الدولة نسبت إلى العروبة، لأنه ما في يعني اعتمادا على أنه أغلبية هذا الشعب اللي بيعيش على هذه الجغرافيا التي تسمى سوريا هن العرب. الجمهورية العربية السورية. فهون أيضا عندما آه يعني هذا معناته هاي الجمهورية، وكأنه ال الأكراد والتركمان والسريان والشركس هدلون يعني أهل الذمة موجودين في هذا البلد. هذا البلد يعني دائما في هويته هو أرمني. الجمهورية العربية السورية، يعني الجمهورية السورية تفي بالغرض، لكن هنالك إصرار رغم أنه العرب هن الأغلبية. رغم بتجي بتناقش واحد عربي بيقول لي أنت تمس عروبتي وتمس الدولة وأنت انفصالي. لك يا بني آدم، نحن عم نحكي عن شيء وطني، شيء يجمعنا، بدون حساسيات قومية، بدون حساسيات عقدية مثلا. بعدين بيقول إيه طبيعي الأغلبية هن العرب، آمنا مش مشكلة. إيه طبيعي، ودين الدولة هو الإسلام. تجي بتناقشه ما بيصير، يعني الدولة لا دين لها، يعني بدنا دولة مدنية، دولة علمانية؟ لا، دين الدولة الإسلام. أول مرجع، أول مصدر من مصادر التشريع هو الإسلام. هذا فيه تفضيل، هذا فيه تفضيل وتنسيب وتقويض الدولة. بنية الدولة الوطنية تقوض إذا ما أحلناها إحالة قومية، إذا ما أحلناها إحالة دينية. وبعدين هل سيتوقف الموضوع على حول يعني عند هذه النقطة؟ لا. الأغلبية هن أهل السنة والجماعة. مش بس الدين الإسلامي الإسلام، لا، يعني أي شيء يتعلق بالفقه الشيعي، بالإسماعيلي، بالدروز، لا،
أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة بكفروا هاي التفاصيل الثانية الإسلامية، الشيعة والعلويين وكذا. طيب إذا بقينا نستند في منطق الأغلبية في بناء دولة، هذه الدولة يعني لن تكون دولة آمنة ومريحة للأقليات القومية والدينية والإثنية ما بتصير هيك. ففي تقديري الوعي الوطني والسلوك الوطني ما بيتحسس انه واحد يكون معتد، يعني ما بيقول بس كردي، بيقول كردي سوري، بيجمع الاثنين، بيجمع الاثنين، يعني عربي سوري، هذا عادي، أرمني سوري، سرياني سوري، تركماني سوري، بيجمع اثنين. والأولوية لأنه المسألة الوطنية مسألة مكتسبة، لكن المسألة القومية يا أخي مسألة يعني في أغلبها في جلها تكون مسألة يعني جينية وبالدم. في عرب تكردوا، في أكراد تعربوا وصاروا مدافعين عن القومية العربية أكثر من العرب، هذا وارد. صاروا مدافعين عن القومية التركية، تتركوا عرب وأكراد، هذا وارد. يعني في أحزاب قومية تركية من ضمنهم أشخاص أصولهم عربية، حزب الشعب الجمهوري في ناس عرب أصول عرب، فهذا وارد. لكن الأصل في الأشياء أنه الأرومة أو الجذر هو له الأسبقية في هذا الخصوص على الصعيد الشخصي. أما على صعيد الكيانات العامة مثل الدول، مثل الأحزاب، يعني مثلا حزب البعث العربي الاشتراكي، هذا صار الحزب حزب قومي، يعني كل المنتسبين حتى ولو واحد كردي، هذا في إهانة للأكراد والسريان والأرمن والتركمان الموجودين داخل هذا الحزب، حتى جرى تعريب. وبالتالي تعريب الدولة مشكل في التأسيس لوعي وطني ولدولة وطنية. يا ريت يعني يعني هذا الموضوع، موضوع أنه لماذا السوري، يعني السورية تسبق الوطنية، هي مرحلة مستقبلية، عندما يشعر الكردي أو العربي أو التركماني أو الأرمني أو الشركسي أنه الحالة القومية، الهوية القومية عنده تحظى باحترام، حقوقه، كينونته، وجوده، هذه الدولة تضمن له كامل حقوقه وشخصيته وكينيته وكينونته الثقافية والسياسية. هذا وقت ذاك الكردي ما عاد يعني يطرح أولويته إنه أنا كردي سوري، أنا عربي سوري، أنا أرمني سوري. الآن نفس القصة مع بقية المكونات، في حال يعني ترسخت الحالة الوطنية. وإذا ما ترسخت الحالة الوطنية وعلى عدم وجود الحالة الوطنية، لسه يعني الأكراد والعرب يقولوا عربي سوري كردي سوري، رغم أنه مش موجودة، رغم أنه مش بس مترسخة، يعني مش موجودة. هذا يعني في تفسيري للموضوع. هل الدولة الحديثة تعرف مواطنيها بجنسياتهم أم وصولهم العرقي؟ هات لي دولة حديثة مثل ما يعني ذكرت، جيب وأسس دولة حديثة، وبعد دولة حديثة مش في الكلام. والدولة الحديثة ما بتنشئ هيك يعني جيل جيلين ثلاثة حتى يعني فعلا نقول انه فرنسا الحالية او المانيا الحالية كم جيل راحوا حتى تأسست، ما يعني المانيا وفرنسا وبريطانيا اللي نعتبرهم دول حديثة. جيب لي دولة حديثة، أسس لي دولة حديثة محترمة في سوريا، أنا سأتجرد من كرديتي. أنت تساوي هيك شيء؟ بإمكانك تساوي النخب السورية
خلال قرن، مش قرن يعني من الاستقلال وحتى الآن. راح تجي وتحكي لي عن البعث والانقلابات والمعارضة والثورة والكذا. إذا مش موجود لا دولة حديثة في سوريا. يعني أنت عم تحكي عن شيء افتراضي، مش موجود دولة حديثة كسوريا، يعني كدولة حديثة. عيشنا في دولة حديثة، أقنعنا بهذه الدولة الحديثة، هذه الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية دستوريا وأهليا وسياسيا واقتصاديا وكل هذه التفاصيل. أهلا وسهلا، على عيني وعلى راسي. كرمال عين تكرم مرجع عيون. أنا سأشطب من اسمي الكردي وسأبقى على سوري، مش راح أقول سوري كردي، لا، كردي كله سأحذفه. بس أنت جيب، ما بتزبط يعني. الآن تطالبني بشيء وتحدثني عن شيء مش موجود في سوريا. في سوريا ما في دولة حتى نقول انه دولة حديثة ولا دولة، ما في دولة. في سوريا في عصابة بتحكم، في عصابة بتحكم وحكمتنا ودمرتنا ووصلتنا للحال اللي هي عصابة آل الأسد. يعني في نقطة كمان على ذاكرتي السياسية، لم تكن هنالك قضية كردية بسوريا منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية إلا إلى ما بعد الاستقلال وإلى عام 1957. غداة الوحدة، لا مش غداة، عشية يعني هو كاتب غداة يعني الوحدة المصرية السورية وارتفاع منسوب التعصب القومي العربي حينه، وكان السلوك الكردي جزءا من المجتمع السوري وأفراده يتعاملون مواطنين متساوين ويصلون إلى أعلى المراتب والمراكز بالدولة. ممتاز، يا سلام عليك. يعني أولا يعني مش من باب التخطئة، يعني 57 يعني عشية الوحدة السورية المصرية. ما كان في قضية كردية بالمعنى، لا، كان في وعلى الزمن الفرنسي والانتداب الفرنسي كان في حقوق، شوي حقوق ممنوحة للأكراد. كان في إعلام، مجلات كردية، جرائد كردية تصدر على زمن الانتداب الفرنسي. كان في جمعيات اجتماعية في أنا بحلب ما بعرف، بس بدمشق كانت موجودة، في مناطق الجزيرة كانت موجودة. وكان في كيانات سياسية كردية كمان. أول كيان كردي سياسي تأسس في 27 قبل 30 سنة من 57، تأسيس أول حزب كردي في سوريا، كان يدعو إلى الاستقلال ومناهضة تركيا. يعني بعد تأسيس تركيا في 23 وسحق انتفاضة الشيخ سعيد بيران في 25، تأسست جمعية خويبون الاستقلال في بحمدون في لبنان. وأغلب يعني النخب الكردية من سوريا، من تركيا، أسسوا يعني هاي الجمعية لتناهض الدولة التركية. كان في قضية كردية يعني بشكل أو بآخر أو في الطور الجنيني في سوريا. موضوع الشعور القومي والمسألة، يعني الصراع الكردي في العراق أيضا يمتد إلى تلك الحقبة، يعني منتصف الأربعينات. الملا المصطفى البرزاني كان زعيم وهو موجود في كردستان العراق، بعدين راح لكردستان إيران لمؤازرة كرد إيران وتشكيل جمهورية كردستان في مهابات في 46. يعني معلوماتك بحاجة إلى القليل من التضبيط. كان هنالك سعي كردي لتطوير الحقوق الكردية مع الفرنسيين، هذا كان موجود، مع أنه هنالك هامش للأكراد، جمعيات اجتماعية، أندية رياضية، أندية ثقافية، هيك يعني في هذا الخصوص. طبعا هي كان يعني خلفيات ثقافية واجتماعية، لكن البعد السياسي كان موجود، مثل منظمات المجتمع حاليا الموجودة. وفي منظمات مجتمع مدني تابعة للائتلاف وتابعة للإخوان وتابعة لقسد وتابعة، وكلها منظمات مجتمع وطني لكن مجتمع مدني لكن بمحمول السياسي. وبالتالي
التعصب القومي العربي، نعم أنا معك، زاد من التعصب القومي الكردي. فالتعصب القومي الكردي ردة فعل مش فعل. يعني عندما صار الإحصاء، عندما صار هلا بيطلع لي انه هذول كلهم مهاجرين. لك شو مهاجر؟ يعني حكينا في قصة المهاجرين والخزعبلات هاي يعني. آه، ف سردية النظام السوري والبعثيين وكذا، وانه هذول بيحق لنا انه نجردهم من الجنسية السورية، كانوا مهاجرين. مهاجرين وانت اعطيتهم الجنسية وجردتهم من الجنسية، شلون هيك؟ كيف يعني في هذا الخصوص؟ انا ابي خدم الجيش، خدم. شلون انت واحد يروح يخدم الجيش وبعدين تجي تجرده من الجنسية؟ طب معقول هيك يعني؟ وقس على ذلك يعني. فطبعا الكلام موجه للنظام السوري مش لحضرتك استاذ سمير، مشان ما يصير لبس في هذا الخصوص يعني. فالقضيه الكرديه مراحل تطورها ما ظهرت. يعني طبيعي انه الحاله تتفاقم في الدوله الوطنيه لما صارت وبنسميها دوله وطنيه في الخمسينات. ما كان في شيء اسمه احزاب كرديه، ما كان في شيء جمعيات اجتماعيه. ما في الحقبه الوطنيه بنقول، بنحكي حرية صحافة، حرية أحزاب، حرية جمعيات. ممنوع، كان ممنوع، ممنوع انه جمعية ثقافية أدبية كردية ترخص في القامشلي أو في عفرين أو في دمشق. لأنه يعني كان في كتلة بشرية وازنة في دمشق وفي حلب أيضا. أستاذ سمير، كان ممنوع في العهد الوطني، في أحسن عهد إنه نحن مرتاحين فيه. الأكراد كانوا فيه مقموعين وممنوعين. هاي قبل الشعور القومي وغداة الوحدة المصرية، يعني حسب تعبيرك، يعني عشية الوحدة المصرية السورية. قبل القمع، صار في قمع، صار في منع. اجت الوحدة السورية المصرية، وصار ازداد مستوى القمع والاعتقالات، ووصل لمرحلة يعني الحزب الكردي رفض يحل نفسه يعني. يمكن الشيوعي كمان رفض. وحزب البعث حل نفسه. الناصريين أو يعني الأحزاب الناصرية اللي كانت حلوا نفسهم وخلاص، يعني دولة الوحدة. فالأكراد رفضوا وصار في اعتقالات. هذا كان أحد أسباب الرئيسة لارتفاع يعني مستويات القمع والمنع. إذا بتزداد ترتفع مع الارتداد إلى الأصل، إلى الهوية، إلى الذات. مثل ما حكيت إنه إشباع الحالة الوطنية بيخلي البني آدم مرتاح، الحالة القومية تتراجع. لكن استهداف الهوية القومية، الوجود القومي، بيخلي الناس هيك تتمسك أكثر بهويتها القومية ومستوى الوعي. وخطاب الكراهية والتعصب والتشنج بيصير متبادل ومتراشق من الجانبين. شوف يعني في عم تقول آه كان المكون الكردي جزءا من المجتمع السوري وأفراده يتعاملون مواطنين متساويين. لا، سامحني في هذا الخصوص أستاذ سمير، يعني أنا آسف. وذكرت في الفيديو السابق كمان مسألة أنه كل ما واحد كردي يجي بيتناقش، حتى ال بيحكوا عن الحالة الوطنية، وكانوا الحالة الوطنية كانت مشبعة. انه والله فوزي سلو ومحسن البرازي وأديب الشيشكلي وهدلون وصلوا إلى مستويات عليا، وحسني الزعيم ورئاسة الدولة ورئاسة الوزراء وكذا. هؤلاء إذا بترجع يعني بيوصل حتى في منهم، يعني ربما كان يتغنى بالأصول العربية مش بالكردية. يعني محمد كرد علي مؤسس أول مجمع لغوي عربي
نسبة العروبة عنده أعلى من نسبة الكردية. فهذا ما فيك تحسبه على الأكراد ككردي انه شوفوا نحن شو حلوين. والله يعني رئيس المجمع ال يعني اللغة العربية كان كردي، فوزي سلو كان كردي. ترجع على سيرة فوزي سلو أو محسن البرازي أو حسن الزعيم، وتدور تحاول تدور بالميكروسكوب على أي شيء له نفس كردي. هؤلاء لو تحدثوا عن كرديتهم، عن هويتهم، أو عن مطالب شعب، طيب هؤلاء يصلون إلى وزراء وإلى زعامة دولة. بتشو بتفسر لي إنه مطبوعة كردية ممنوعة؟ ما كان في جريدة كردية. أعلى المراتب بتقول لي متساويين، العرب لهم جرائد، السريان لهم جرائد، لهم جمعيات اجتماعية، لهم أندية ثقافية، والأكراد بيوصلوا، فوزي سلو وحسني الزعيم بيوصلوا للمراتب العليا، وما في نادي ثقافي ريادي كردي مرخص. وأنا بعرف الناس سعوا للحصول على تراخيص فيما يتعلق بالشؤون المدنية الاجتماعية الثقافية ورفضت. هذا تساوي؟ هذا مش تساوي. هلا كان فيدان وزير الخارجية التركي اللي أصوله كردية، اجوا وحكوا قال الشعب الكردي المظلوم، وأنا كردي، وأنا كنت مقموع، وأنا كنت كذا. النخب الحاكمة في تركيا راح تتعامل معه ككردي ولا كتركي؟ راح تتعامل معه ككردي، لأنه حكى عن معاناة شعبه. جيب لي أرشيف محسن البرازي وحسن الزعيم وفوزي سلو ومين كمان بدك، وإذا حكى عن المظلومية الكردية في سوريا وقت ذاك، أنه في مجموعة من البشر مظلومين، خلوا نعطوهم جريدة، نعطيهم نادي ثقافي، نادي نسائي، نادي اجتماعي، مش أحزاب. ما كان في شيء، ما كان في شيء. فهل المسألة كمان تكرر كثيرا أنه الأكراد وصلوا إلى مراتب عليا وإلى مناصب كذا، وهذا دليل أنه كان في مساواة، دليل أنه كان في وعي وطني. لكن في تلك الحقبة، حقبة الانقلابات والكذا، في إدانة لتلك الحقبة اللي كان فيها حسني الزعيم وفوزي السلو ومحسن برازي قيادات، فترة الانقلابات اللي بنحكي فيها في تاريخ سوريا، يعني من جزء لكي تكون حجة على الأكراد يشاد بتلك الحقبة على أنه متساويين. لكن من جهة أخرى تتم إدانة تلك الحقبة على أنه هي فوضى وانقلابات والقصص هي. حيرتونا يعني هل هي كانت حقبة إيجابية لوجود أشخاص ينحدرون من أصول كردية في مناصب عليا، مع إنكار للوجود الكردي، إنكار للثقافة الكردية، إنكار لأي مسعى اجتماعي ثقافي كردي وقت ذاك، مع وجود عدلون القيادات؟ يعني مش قضية أنه توصل كردي لمنصب معين، لمنصب قيادي وسياسي معين، لأنه هذا الكردي قديش هو مفتخر بكرديته بسوريته، قديش بيحاول يسعى إلى حلحلة العقدة الكردية ويعني إشباع الحالة الاجتماعية والثقافية والإعلام في الأندية، يعني حقوق مدنية. ما في هيك شيء. يعني نحن مضروبين بحجر كبير، ويعني يتكرر ضربنا على أساس أنه كان هنالك تساوي. أي تساوي يا أستاذ سمير؟ أي تساوي؟ يعني وذكرت يعني مش معقول انه يكون رئيس الدولة كردي وما في مطبوعة من 4 صفحات في حلب يعني بتحكي عن الثقافة في الأدب الكردي ومش معقول انه في فترة الأربعينيات اللي فوزي سلو وحسني الزعيم ومحسن البرازي ما كانوا في السلطات العليا وكان في صحافة كردية. تعال فسر لي اياها. ما بتزبط، ما بتزبط يا أستاذ سمير. المهم شو بيقول؟ وكان المكون الكردي جزءا من المجتمع السوري، وأفراده يتعاملون مواطنين متساويين. طبعا أنا حكيت ويصلون إلى أعلى المراتب والمراكز في الدولة كمان حكيت. مؤتمر قوى المعارضة لإعلان دمشق الذي عقد بدمشق بتاريخ 1/12/2007 بمنزل الأستاذ رياض سيف، حضره
أغلب الأحزاب الكردية بما فيهم الراحل عبد الحميد درويش، وتوافق الجميع على البيان الختامي. نعم، هذا شيء جيد، هذا شيء إيجابي، وما حدا بينكر، وما في حدا فيه ينكر. اتفقوا على لكن تلك البيانات الختامية التأسيسية في 2007، يعني هل اجتهدت المعارضة العربية أو المعارضة السورية لتعزيز وتوسيع؟ ماذا فعلت هذه المعارضة في تلك الحقبة من 2007 ل 2011 وحتى الآن؟ أنت شفت لي شيء مركز أو شيء مرة الائتلاف أو إعلان دمشق أو نظم ورشة تتعلق بالثقافة الكردية، تعلم اللغة الكردية؟ إنه العرب تعالوا تعلموا اللغة الكردية مثل ما تتعلموا تركي، مش ألماني وإنجليزي، تركي، تعالوا تعلموا كردي. يعني أنت يعني ابن على حد علمي أنت ابن حلب يعني، وربما تجيد كلمة كلمتين يعني كردي وكذا فهذا طبيعي انه انت والحلبيه الاكراد جيران مثلا. يعني ما في مترجم في حلب، مترجم عربي للغه الكرديه الادب الكردي؟ ما في. انت مثلا معهد العالم العربي او شو اي معهد، يعني المراكز اللي السوريين فيها متنفذين كذا، شفت شي مره احتفاء بكردي سوري؟ يا أستاذ سمير، هلا إذا حكيت رح تقول هذا البني آدم عم يحكي عن نفسه. أنا كردي سوري، سوري كردي خيو سوري. قوى الإعلام تبع المعارضة السورية، إعلان دمشق، إعلان الائتلاف، وإعلان ما بعرف شو، كل هؤلاء الكرد اللي بيكتبوا باللغة العربية، واللي أنا أمثل سوريا. أنا لما يعني معرض تونس الدولي يكرمني، أنا أمثل سوريا، كردي سوري. هذا الإعلام المعارض تبعنا السوريين، يعني في شو بدي أقول لك، يعني قنوات تلفزيون، مواقع إلكترونية كذا، بيستضيفوا هوشنج بس مشان ينتقد القسدة والمسدة وكذا. في مرة شفت يعني على منبر إعلامي تابع للمعارضة حكى عن تجربة هوشنغوسي الأدبية والثقافية والروائية، رغم أنه يعني تجربة الواحد ما بيخجل منها، إذا ما بيفتخر فيها ما بيخجل منها. هذا التغييب، هذا التجهيل، هذا التكرار الاسطواني والموروث البعثي وإعادة إنتاجه وضخه فيه، هذا شو بتسميه؟ كيف فينا يعني هذا البيان اللي حضرتك عم تحكي عليه يبتنى عليه مقتضيات كثيرة فيما يتعلق تمتين عرى وأواصر وجسور الأخوة الكردية العربية داخل المندمج السوري. انتم الأكراد ما عندهم شيء، بس انتم عندكم الداعم القطري، عندكم الداعم السعودي، عندكم الداعم الإماراتي، عندكم الداعم الأمريكي، عندكم الداعم التركي، عندكم حالات دعم. ما صار هيك شيء يعني، سامحني في هذا الخصوص يعني. ف فيعني اللي بيشوفك بعين شوفه بعينتين. الأكراد وعبد الحميد درويش الله يرحمه والكثير من النخب الكردية السورية بيطلع لهم واحد اثنين ثلاثة انفصالي، لكن 99.9 كلهم بيشتغلوا في الجانب الوطني. تشوف الوسط العربي شو عم يحكي، شو عم يقول، شو مش على مستوى العوام، لا لا، على مستوى النخب السوري، في الإطار السوري طبعا نحن عم نحكي. فبالتالي التوافق في البيان الختامي شيء إيجابي، وكان في توافقات كمان يعني ما بين المجلس الوطني الكردي والمجلس الوطني السوري والائتلاف والقصصي، بس كلها طلعت يعني حبر على ورق. يعني شوف أستاذ سمير، كثيرا ما يعني بشوف يعني وبسمع، وأنا هي قلتها في دوحة في 2018، بيحكوا عن المناطق اللي تحت سلطة المعارضة. هي مش سلطة المعارضة، هي سلطة تركيا.
مناطق محررة. يا أستاذ سمير نشار، بدينك بوجدانك بمعتقدك بثقافتك بتجربتك الوطنية السورية المعارضة، هل هي مناطق محررة؟ كيف محررة من مين؟ محررة من البي كي كي؟ فهمنا من البي كي كي، لكن خاض على شو؟ خاض على الاحتلال التركي. أنا عندما أوصف هذه الحالة بيطلع لي واحد بيقول لي أنت تعادي تركيا. لك يا حبيبي، أنا لا أعادي تركيا، أنا أوصف حالة دولة أجنبية تحكم جزء من بلدك، هذا هو احتلال. يعني أنا هل عندما أقول الاحتلال الإسرائيلي في الجولان فأنا أعادي إسرائيل؟ هذا توصيف، هذا مش صداقة مع إسرائيل ولا عداء لإسرائيل، مش صداقة مع تركيا ولا عداء مع تركيا، لا، هذا توصيف واقع دولة أجنبية أتت واحتلت منطقة من بلدك ونصبتك أنت في الواجهة، لكن في عمليا عم تتحكم فيك مثل ما عم تتحكم بالدمى. كثير من المعارضين السوريين بيتحسسوا لما بتقول لهم لك شو مناطق محررة. لك جيب ابسط تعريف، قاموس المصطلحات السياسيه، شو تعريف الاحتلال؟ لكن بينطبق على اذا بينطبق على الاسرائيليين قيراط، بينطبق على الاتراك 24 قيراط. هذا مش عداء لتركيا، نحن عم نحكي عن واقع حال، لكن بيرفضوا لانه يوصف، بيقولوا الاحتلال الروسي والاحتلال الاسدي والاحتلال الاسرائيلي والاحتلال الايراني والاحتلال القسدي القنديلي الاوجلاني. نعم، هذا كله صحيح. بيجي الموضوع لعند الاتراك بتنعقد السنتون، بيتكربجوا هيك بيتشنجوا انه لا، تركيا ليست دولة محتلة. لك شلون مش دولة محتلة؟ كيف مش دولة؟ في ناس حتى الآن إذا حكيت بهيك قضايا بهيك تفاصيل، ها أنت معناته مع حزب أوجلان. لك حزب أوجلان يعني إلى ما بعرف شو. مش قضية إنه أنت تكون في واقع حال عسكري سياسي إداري، واقع احتلال. لو مو احتلال أبو عمشة ما بيصير زعيم، والحمزات والعمشات والزفتات والخزعبلات هاي ما يتسلطوا على رقاب المهجرين السوريين والمواطنين الأكراد الأصلاء أصحاب الأرض. وهي هذا واضح، هؤلاء مهجرين. فأنت تشوف الإدارة، شوف النموذج الحكم، واحكم انه هي هذا احتلال ولا مش احتلال يعني. ففي ناس هيك بتحكي لحد الان انه عندهم شك في موضوع انه هل هذا احتلال ولا مش احتلال. ان سوريا دوله متعدده القوميات، والكلام للاستاذ سمير نشار، ان سوريا دوله متعدده القوميات والاديان والمذاهب، والشعب السوري في مكوناته العرب والكرد والاشوريين والتركمان الى اخره. لذا لا اجد مبررا لاستخدام تعبير الشعوب السوريه، لا، لا، الشعوب السوريه. انت ليش ما بتشوف مبرر؟ هاي شعوب سوريا، هذا مش عيب، هذا غنى للشعب السوري انت بتقلل الموضوع بتسويه مكون. على المستوى العام السوري هن مكونات، لكن على المستوى التفصيلي هن شعوب، شعوب شكلت الشعب السوري، شعوب. يعني هذا مش تقليل لأهمية الشعب السوري يعني. لذا لا أجد مبررا لاستخدام تعبير الشعوب السورية، لا، تعبير الشعوب السورية أنا أتبنى هذا التعبير، وأنا مع هذا التعبير. الشعوب السورية هذا يعني انسجام مع التاريخ، انسجام مع الكثافات السكانية، انسجام مع اللغات، انسجام مع المختلفة طبعا، وانسجام مع يعني شو بدك أكثر من هيك؟ إنه شو هو الشعب؟ يعني مجموعة بشرية تعيش على منطقة معينة، لها خصوصيتها، لها لغتها الخاصة، لها ثقافتها الخاصة، لها عاداتها وتقاليدها الخاصة، وكذا. يجي موضوع الأرض التاريخية، الأكراد ينفون والعرب ينفون وكذا، لا، حتى هي سوريا أرض تاريخية للعرب والأكراد والسريان والأرمن.
يعني الأرمن مش بس اجوا على سوريا في فترة المذابح، لا، الأرمن كانوا موجودين في سوريا قبل المذابح كمان، قبل 1915 1917. وبالتالي هالحساسية انه حضرتك يمكن الحالة الوطنية عندك كثير عالية، انه تتحسس من استخدام الشعوب السورية، وهذا يعني اننا لسنا شعبا واحدا، لا، نحن شعب واحد. الشعوب السورية، الشعب السوري، الشعب السوري اللي هو حصيلة هذه الشعوب. نحن نحن يجمعنا الغطاء السوري، لكن نحن متنوعون. ما فينا يعني نضربهم هيك بخلاط وخلاص، ما بتزبط هيك. الموضوع مش عملية ميكانيكية، والعملية مش مسألة انه اذا انكرنا خلاص الموضوع مش موجود، انه انكرنا وجود الشعوب السورية معناته ما في شعوب سورية، لا، شعوب سورية موجودة. التاريخ بيقول هيك، الهويات، اللغات، الثقافات، كل هذه التعويل. مسألة التقليل إنه والله مكون، أنا بعرف حساسية إنه الإقرار بوجود شعب هذا يترتب عليه، فخوفا أو تهربا من المصادقة على وجود شعوب سورية يقولوا مكونات، تكوينات، تفصيلات، الطيف السوري. لا، الشعوب السورية، وهذا شعب واحد، الشعب السوري يتكون من شعوب. شعوب يعني في الدساتير انه ممكن تقول انه مكونات اكراد كذا كذا، لكن في الوضع التفصيلي هذا المكون الكردي شعب، المكون العربي شعب. انت ما فيك تنفي العرب انه مش شعب. مكون العربي ما بتزبط على صعيد المندمج العام، الإطار العام. العرب مكون، مثله مثل المكون السرياني، مثله مثل المكون الأرمني والتركماني والكردي. هذا إيه؟ بس فيما يتعلق بالتفاصيل مش غلط أنه تقول الشعب العربي، الشعب الكردي، الشعب التركماني، الشعب الأرمني، الشعب السرياني. كل هذه الشعوب تشكل الشعب السوري الواحد. في شعب سوري خارج الإطار السوري؟ يعني ما في. في شعب سوري في الأرجنتين مثلا، في مهاجرين سوريين في الأرجنتين، بس مش شعب. الشعب السوري على الأرض السورية هذا بنسميه شعب. خارج الحدود السورية بنسميه مهاجرين، بنسميه لاجئين، بنسميه أشياء أخرى. لكن على الأرض السورية الشعب السوري شو مكوناته، شو تفصيلاته؟ الشعب العربي، الكردي، الأرمني، التركي، التركماني، وهكذا. شو كمان بيقول؟ طولت بس مش مشكلة، يعني الإطالة فيها إفادة فيها. آه، سوريا، لذا لا أجد مبررا لاستخدام تعبير الشعوب السورية، هذا يعني أننا لسنا شعبا واحدا. والثورة السورية في انطلاقتها الأولى أكدت الشعب السوري واحد. الشعب السوري واحد في مسعى البحث أو السعي نحو الكرامة والحرية ودولة والدولة الوطنية، وإسقاط النظام السوري والتفاصيل اللي خلقها النظام السوري بنرفضها، بنكبها بالزبالة. نعم، الشعب السوري واحد في هذا المسار الوطني، لكن هذا يعني لا يعني أن الشعب السوري مش متنوع. هذا لا يعني أن الشعب السوري لا يتألف من يعني تنويعات هي عبارة عن شعوب أخرى. يعني هلا ما فيك تقول الشعب الدرزي ولا الشعب العلوي. الشعوب لا تقاس يعني على الشعب الإسلامي والشعب المسيحي، لا. يعني لا يكون معيارها ومقياسها الخلفية الدينية والطائفية، إنما الخلفية الإثنية والقومية. أنا هيك بفهم. وعلم الاجتماع السياسي والأعراق والأنثروبولوجيا والأعراق والأجناس هيك بيقول. أنا بعمري ما سمعت إنه الشعب المسيحي أو الشعب العلوي أو الشعب الشيعي أو الشعب السني ما بتزبط يعني. يعني عفوا، إنه فهذا هو تصوري وفهمي أن الشعب السوري واحد، نعم، على تنوعه، على اختلافاته، على تباينه. الشعب السوري واحد على هدف إسقاط نظام بشار الأسد.
واحد، متحدون متفقون حول هالموضوع، وما فيها ما فيها الخلافات أو التنوع القومي والعرقي والديني الموجود لا يفسد لهذا القرار أو هذا السعي وهذه الإرادة في إسقاط نظام الأسد وبناء دولة وطنية جامعة تعترف بالكل، تحتضن الكل، تحترم الكل، وتضمن حقوق الكل في دستور الكل، واللي هو دستور السوري المستقبلي. شو كمان بيقول؟ شعب واحد مؤلف من مكونات مختلفة، نعم. هوية رئيسية سورية واحدة، نعم. وهويات فرعية أخرى ثانوية، ثانية أو طائفية أو مذهبية، نعم. يعني هل الهويات الفرعية والطائفية لكي تمر يعني في مرحلة الإشباع والتحقيق الذات ينبغي أن يعترف بها دستوريا. بعد ما يعني، والدستور مش كتب مقدسة. عندما تستقر البلاد كمرحلة انتقالية وكتطمين لهذه الشعوب ولهذه المكونات، ينبغي أن تعترف بها في الدستور، بها وبحقوقها وبواجباتها. هذا واضح، يعني الواجب العام معروف، لكن الحقوق ينبغي يعني في شيء من التفصيل والتحديد. يعني هذه المرحلة الانتقالية في عمر أي دولة، يعني الدستور يتغير، يتعدل، يتطور. فإذا هذه المكونات وهذه التفصيلات أشبعت وقت ذاك، الناس يعني تخف لديها الحمولة القومية والهويات الفرعية والهويات التفصيلية، ويرتفع لديها تلك الحمولة في الوعي العام، الوعي الوطني والسلوك الوطني، وبيصير يعني الكل بيخاف على الكل، الكل حريص على الكل، الكل بيحب تفاصيله. يعني الكل السوري يحب الجزئيات، والجزء السوري بيحب كل التفاصيل اللي بتعزز مكانته الوطنية. وقت ذاك ممكن يعني أن نتحدث عن حالة وطنية مستقبلية جامعة ناضجة منتجة لدولة وطنية ولمجتمع وطني. أخيرا أستاذ وشانك العزيز، لماذا لا تضع علم الجمهورية السورية خلفك على منصة إلى جانب العلم الكردي؟ أنا مش شخص سياسي، هذا أولا. أنا وضعت علم الثورة السورية وعلم الاستقلال مش جنبي، حطيته حتى في رقبتي، وطلعت في المظاهرات. أنا مش في وارد يعني تجي وتناقشني في قضايا أنه والله إذا حطيت هذا العلم بكون وطني، أو إذا ما حطيته فأنا مشكوك بوطنيتي. العمشات والحمزات بيرتكبوا جرائم حرب تحت العلم الوطني، هذا العلم اللي بيحطوه وبيرتكبوا جرائم. يعني وجود العلم، علم الاستقلال هون أو عدم وجوده مش يعني مش حجة عليه، مش حجة عليه، مش قضية. أنا مش شخص سياسي، أنا بحكي في السياسة، أنا بحكي في السياسة. وهذا العلم أيضا، يعني العلم الكردستاني أو العلم الكردي، علم حلو، علم جميل. والعلم علم الاستقلال كمان علم حلو وجميل. هو مش موجود يعني بهالصيغة، بهالحجم. إذا بتتكرم علي وتبعت لي هيك علم صغير مثل هالعلم، أهلا وسهلا، بحطه جنبه، أنا ما عندي مانع في هذا الخصوص. بس أنا لا أمتلك علما صغيرا، علم الثورة بمستوى حجم هذا العلم، مشان يكون في تناسق. يعني ما يكون علم كبير وعلم صغير وكذا. يعني إذا حطيت علم صغير للثورة بيقول يطلع لي واحد سوري: أنت ليش حاطط علم صغير وعلم الكردي كبير؟ أو مثلا إذا مثلا علم الثورة كبير أو العلم السوري، بيقول لي الكردي ليش العلم الثورة كبير وعلم الكردي صغير؟ فأصلا عدم وجود هذا العلم ليس مقياسا فيما يتعلق، يعني العلم السوري، علم الاستقلال، ليس مقياسا أنه حجة علي أنه موضوع الوطنية تقاس بالشكليات. وأنا لا أرفضه، وعدم وجوده لأنه لا يتوفر لدي.
إذا حدا بيتكرم علي من عيني يعني حط العلم السوري كمان هون، مش مشكلة. بس لأنه لا كرها ولا يعني ولا انتقاصا ولا موقفا من العلم. فأنا لما بقدم نفسي كردي سوري، فطبيعي أنه مثل ما أكراد العراق يحترمون العلم العراقي، أنا أيضا أحترم علم الاستقلال، أحترمه لأنه علم الاستقلال، ورغم أنه هذا الاستقلال لم يعني علم 1950 لم ينصف الأكراد، على رأسي وعيني بنحترمه مش مشكلة، على أمل أنه هذا العلم ينصفنا مستقبلا، أو ينصف السوريين أو ينصف الأكراد يعني كسوريين. يعني أهلا وسهلا، مشان تكون المواضيع واضحة وجلية. أي من السوريين بيتكرم علي من اللي بيتحسسوا من هذا العلم، بيقولوا في نقص في المشهد، انه لازم يكون في علم سوري، اهلا وسهلا، ابعث لي علم هيك صغير من نفس هذا الحجم، ومن عيني هي قبل هي، بحط العلمين جنب بعض، وما أحلاه يعني علم الاستقلال والعلم الكردستاني جنب بعض، والله يعني أنا ما عندي أي حساسية في هذا الخصوص. ثق بذلك أستاذ سمير، وأتمنى من المشاهدين أيضا أن يثقوا بذلك، وما عذر على الإطالة، وعلى أمل أن نلتقي في مواضيع ومسائل أخرى تهمنا كسوريين بالدرجة الأولى، وكبشر يعني كبشر يعني بالدرجة الثانية، مواضيع سياسية، مواضيع ثقافية. تحياتي ودمتم بخير.